اهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن الخزائن المؤجرة او الخزائن الحديدية في البنك الاهلي المصري. هنعرف فايدتها ايه، وهنعرف ازاي نتعامل معاها وشروطها، وكمان ايه الحاجات القانونية الخاصة بيها، وازاي تأمن حاجتك جوه البنك. اول حاجة، الخزائن المؤجرة دي عبارة عن خزنة حديدية بتعين فيها الحاجات اللي هي الثمينة ليك، سواء اوراق مهمة او مجموعة من المعادن النافذة زي الذهب والمجوهرات داخل البنك. بتبقى ليه عبارة عن خزنة، بيتم وضعها تحت رقابة ثنائية، وبيبقى فيه مفتاح مع العميل، والمفتاح التاني بيبقى مع اللي هو مدير البنك او الاشخاص الخاصين بيه، اللي هم الايه، مندوب البنك اللي بيبقى مسؤول معاه الايه مفتاح الخزنة التاني. ولا يمكن فتح الخزنة بعد قفلها الا في وجودكم انتوا الاتنين. يعني انا لو عملت خزنة مؤجرة جوه البنك، ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان انا افتح الخزنة المؤجرة ديت اللي جوه البنك، الا اذا لازم انا اكون موجود، اللي هو كعميل موجود جوه البنك مع مدير البنك او الشخص اللي هو الايه، او اتنين موظفين من البنك. يبقى عادة بيبقى مدير الخزنة واحد تاني، او مدير الفرع واحد تاني بيخش يفتح الخزنة معاك. تمام كده. طيب، هل انا وانا مش موجود حد يقدر يفتح الخزنة؟ استحالة، بعد ما بتتقفل ما ينفعش تفتحها. تمام كده. طيب، لازم شروط ان انت تكون عندك خزنة مؤجرة جوه البنك، لازم تكون عميل بنك اهلي، ولازم تكون كمان عميل كبار عملاء. كان مؤخرا فاتحينها لكل العملاء، لكن فتحوها لكبار العملاء فقط لا غير. واحنا شرحنا قبل كده شرائح كبار عملاء عبارة عن ايه. يعني يكون رصيدك في البنك ما يقلش عن 1.5 مليون. دي تعليمات البنك الجديدة، ان ممنوع تأجير الخزائن المؤجرة الا لكبار العملاء فقط. لذلك هي خدمة مقدمة لكبار العملاء، كسروا يعني ايه، يعني كسروها على كبار العملاء بحيث ان هي يعملهم ميزة عن العملاء العاديين. تمام كده. طيب، ايه الحاجات اللي ممكن تحط جوه الخزينه المؤجره؟ زي ما احنا قلنا قبل كده، المعادن النفيسه زي المجوهرات والذهب والفضه والحاجات اللي زي ديت. وكمان الحاجات التانية ممكن تحطها جوه داخل البنك، داخل الاهلي، اوراق المهمه، اوراق انت خايف عليها، حاجات مهمه تحطها جوه البنك. ماشي. مثلا ما فيش اي حاجه تانية اكتر من كده هتقبل جوه البنك. يعني انت مش اي حاجه انت بتقدمها البنك بيقبلها. يعني ما حدش مثلا مفكر مثلا ايه، طب ما انا معلش انا جايب فلوس بس الفلوس دي عايز احطها في البنك، هيقول لك اسف افتح حساب وحط فلوس فيه. عشان برضو ما حدش يفهم اي حاجه. ما ينفعش حاجه مجهوله المصدر. يعني ما حدش مثلا جايب شويه مثلا ايه، اكياس مثلا فيها ماده غريبه ويجي يقول لك حطها لي في البنك، البنك هيرفض. الحاجات الواضحة الذي يختلف عليها اتنين، لازم يكون في الذهب والفضة بتاعتك والحاجة بتاعتك اللي موجودة، ويفضل ان هي لو سبائك او كحاجة زي كده يكون معاها فواتيرها ان كانت موجودة، عشان خاطر يعني نثبت المصداقية ونثبت الصحة. طب ايه الحالة اللي ممكن الخزنة المؤجرة تتفتح وانا مش موجود؟ اصدار امر من نيابه محكمه استئناف القاهره، مال. تمام. والتخصيص هي يعني مش اي حد كده مثلا، يعني مثلا مش ايه، مش اي محكمه كمان. يعني ممكن مثلا رئيس النيابه مثلا، بتاع اللي هو مثلا رئيس نيابه مثلا ايه مثلا يعني رئيس محكمه مثلا ايه، ايا كان اي حد تاني خلاف محكمه الاستئناف الخاصه بالقاهره، اي محكمه تانية مش هيفتح الخزنه. البنك بيتعامل فقط لا غير مع رئيس نيابه محكمه ايه، استئناف مال، فقط لا غير. ماشي. لو جاله قرار من اي محكمة تانية، سواء نيابة اسرة، سواء نيابة مثلا جنح كده، سواء نيابة اي حاجة تانية، ما بيقبلش. دي في التعاملات المالية، ودي معروفة عند كل الناس. وياما بتيجي للبنوك احكام من كشف سرية عملاء، او فتح مثلا عملاء في حالة مثلا لما بيكون العميل ده مثلا ايا كان ظروفه، ولا يمكن اللي هو فتح الخزنة الا عن طريق الحكم المحكمة اللي بقول لحضراتكم عليه. الحالة الوحيدة اللي بيتم اللي فتح فيها الخزنة في عدم وجود العميل. يكون طبعا في الحاله زي بيكون عميل مسجون، بيكون العميل مثلا عليه حكم قضائي، بيكون عليه مثلا كلام من ده، وبيتحفظوا على امواله بصفه عامه. طبعا الخزائن المؤجره باعتبار ان هي ليها خزائن، له مثلا خزائن مؤجره في الايه، في البنك، فبيتم التحفظ عليها. فطبعا لازم تفتح الخزينه عشان تعرف
محتويات الخزينه ايه، وبيتم فتحها، وبيتم طبعا وفقا للبيان اللي بيتعمل. طبعا وانت بتعمل المقتنيات بتاعتك في البدايه بيتعمل زي بيان كده. البيان ده معروف انت حطيت فيه مثلا والله عدد 3 4 سبائك ذهب، مش عارف مثلا 5 معيار كذا، ماركه كذا، مش عارف يعني ايه بالتفصيل بتتكتب، عشان خاطر طبعا دي بتبقى مسؤوليه على البنك، ومسؤوليه على ومسؤول طبعا من ناحيه العميل. تمام. طيب احجام الخزن بتبقى حاجه شبه زي اللي هي موجوده قدامكم ده، او حاجه بتبقى عامله زي الادراج كده، او بيبقى مثلا خزنه كبيره. كل خزنه في طبعا انواع من الخزن، بيبقى حسب الكميه اللي انت جايبها. بتبقى طبعا الخزنه بتبقى موجوده، بتسال عليها مدير البنك، بيقول لك والله الخزن المتاحه عندي في الفرع مثلا واحد اتنين تلاته، بيقول لك تلات اربع مثلا، بيقول لك الثلاث احجام للخزن على حجم الحاجه اللي انت بتبقى موجود فيها. هو كمان بيوجهك للخزنه. انت ممكن مثلا عايز خزنه كبيره وهتحط فيها حاجه صغيره، يقول لك لا معلش، اختار الخزنه الصغيره دي على قد حاجتك، لان طبعا بيبقى في ايه، الخزن دي مبيبقاش ليك لوحدك، بيبقى في كذا حد بيبقى عايز يحط حاجه في الخزنه، فبيختار. هو طبعا وظيفته ان هو بينظم الخزن اللي موجوده. حتى لو انت معاك ايجاره، حتى لو انا معايا ايجار، انا بختار خزنه صغيره، ولما تبقى تجيب حضرتك حاجه تانية يبقى اختار خزنه تانية خاصه بيك. لكن مش مثلا معيش مثلا ايه خاتم ده بحطه مثلا في خزنه مثلا كبيره، لا مفيش الكلام ده. هيبقى في خزنه صغيره هيختار لك اقل وحده، وبيدفع ايجار الخزنه ده سنويا، كل سنه بيتجدد من ايه عن السنه اللي قبلها. تمام. هل ممكن ايجار الخزنه يختلف من وقت للتاني؟ اه ممكن. الاسعار المصاريف الخزن دي اترفعت مرتين بعد اسعار يعني مثلا في السنتين اللي فاتوا دول. ماشي. دي مع رفع اسعار اللي هي ال المصاريف اللي هي مثلا الحساب وكلام من ده، بيرفعوا المصاريف كمان على ايه، على الخزائن المؤجره. تمام. إيه ايه يعني ده بالنسبه للخزائن المؤجره. طب ايه الفروع اللي متوفره فيها اللي هو ايه الخزائن المؤجره بالنسبه للبنك الاهلي؟ في كذا فرع، ولكن انا هديلكم عينه من الفروع سواء في القاهره او في اسكندريه. تمام. خليكم معايا. زي ما صار قدامنا على الشاشة، فرع ثروت وطوسن والسبعين بالتجمع الخامس ورابعة العدوية والبرج، ماشي، اللي هو البرج الرئيسي، ومصر الجديدة والاسكندرية ورمسيس ومحطة الرمل وايه والبرج تاني برضو، والقرية الذكية والشلالات وثروت والجولف، وكمان الدقي والاسكندرية والإقبال وشلالات وعدن. ماشي. دي الفروع المتاحه فيها، دي عينه كده من الفروع حبيت اجيبها لكم. طبعا برضو في الاسماعيليه في فرع الاسماعيليه الرئيسي، وفرع اللي هو البرج الرئيسي اللي موجود في كورنيش النيل اللي موجود في القاهره. ده من ضمن الفروع اللي فيها خزائن مؤجره. كمان عندنا برضو من ضمن الفروع التانية يعني اللي من العينات اللي موجودة، خلاف اللي موجودة قدامكم ديت. احنا قلنا برضو الفرع الايه فرع الدقي. تمام. زي ما احنا قلنا كان فرع الدقي، وبعض الفروع اللي موجوده. انا اديتكم عينه كده من الفروع، فروع كتير على فكره مش فروع قليله. لكن للاسف في معظم الاقاليم زي مثلا الدقهليه مثلا اللي هي كفر الشيخ والحتت اللي زي ديت مش كلها فيها. وبقيه الاقاليم طبعا مش كلها فيها بتلاقي في الفروع الرئيسيه. اما الدقهليه ما فيش اصلا، الدقهليه كلها بجميع فروعها ما فيهاش. القاهره فيها في الكام فرع اللي انا قلت عليهم، اسكندريه والاسماعيليه في الفرع الرئيسي اللي هو فرع الاسماعيليه الرئيسي. دول اللي موجود فيهم خزائن مؤجره. تمام. وكل واحد ممكن يروح لاقرب فرع بقى بالنسبه له، يعني مثلا يفتح يعني يأجر خزينه مؤجره فيه. بس لازم طبعا الشرط اللي انا قلت عليه بيكون مش اقل من اللي هو رصيده في البنك ما يكونش اقل من 1.5 مليون، عشان ما يروحش وياخد مواصلات على الفاضي، ويجي في الاخر يكتشف يقول لك لا ده رصيدك 1.5 مليون مش هينفع. حتى لو حضراتكم كلمتوا الخط الساخن بتاع البنك الاهلي، هيقول اول شرط يقول لك لازم تكون كبار عملاء. تمام. ده قدامكم كده الشكل بتاع الخزائن المؤجره، بيبقى بشبه المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، بيبقى عباره عن شويه ادراج، او طبعا بيبقى مساحه اكبر لو انت عندك كميه اكبر من كده. تكلفه الخزينه المؤجره كام؟ بتسال عليها وانت في الفرع، بيقول لك والله دي تكلفتها قد كذا وكذا. ما بتبقاش تكلفه كبيره قوي على فكره، أو مش التكلفه اللي هي الكبيره اللي في دماغكم، يعني اللي هي مثلا رقم كبير يعني. يبقى رقم يعني يعني في حدود 1000 جنيه ولا حاجه، في الحدود دي. ماشي. تقل شويه بقى زيد شويه حسب حجم الخزنه بتاعتك. تمام كده. لغايه كده تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله بكم في حلقه جديده. مع السلامه.